عقب قرارات دول عدة بقطع علاقتها بقطر ساد الارتباك مستويات عدة، فعلى المستوى الإعلامي وبينما كانت تنتظر الأقنية القطرية كلمة لأمير قطر وهذه القنوات كانت تنتظر، توقفت المذيعة في القناة التي تصرف عليها الدوحة مئات الملايين من الدولارات فجأة لتعلن موعد الكلمة، لكن سرعان ما انقطعت الكلمة بتقرير مستلف من قناة العربية لتعود المذيعة وتعتذر عن الخطأ غير المقصود في حق أمير قطر. من المشاركين في عاصفة الحزم. أستأذن منك أستاذ صادق العماري لنتابع الآن مباشرة إذن إلى خطاب أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، نتابعه معا الآن. لم تتقاعس قطر أبدا عن القيام بالدور الذي يمليه علينا الانتماء العربي والإسلامي وفي الدفاع عن قضايا أمتينا العربية والإسلامية. جراء هذه المواقف النبيلة تعرضت دولة قطر إلى حملة تحريض تقوم على افتراءات وصلت إلى حد. إذن يبدو أنه جانب قصير من الخطاب الذي كان مرتقبا لأمير دولة قطر. نعود للنقطة